السلام عليكم. نفسكم بقى في حاجة حلوة تاكلوها وسريعة وبسيطة ومقادير كده، يعني سهلة وموجودة في كل البيوت. هنعمل بقى النهاردة كوكيز الدقيقة الواحدة. ايوه، الدقيقة الواحدة هنعمل النهاردة كوكيز في المج بطريقة سهلة اوي وبسيطة خالص. هتبقى المج كده حطوا فيه معلقة من الزبدة وحطوه في الميكرويف كده تسيح. تمام. بعد كده بنحط على معلقة الزبدة دي صفار بيضة واحدة. بعد كده بنحط كمان فانيليا. طيب عايزين تستغنوا عن الصفار البيضة ممكن تستبدلوها بمعلقة من زبدة الفول السوداني، هتدوكوا بردك نتيجة ممتازة. حط بقى فانيليا. وبعد كده هنحط بقى السكر، معلقة وربع من السكر. لو عايزين تقللوا عن كده السكر تمام، كده احنا لسه هنضيف شوكولاته، فانتوا لو حاسين ان هي هتبقى مسكره بالنسبه لكم ممكن تستغنوا عن معلقه واحده بس من السكر. هنبدا بقى نقلب الزبده مع الفانيليا مع الصفار البيضه مع المعلقه وربع من السكر. بعد ما نقلبهم كويس قوي جدا مع بعض هنرشه بسيطه خالص كده من الملح ونحط بقى الدقيق. هنحط كام معلقه؟ 3 معالق كبار من الدقيق وعليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. طيب لو حطيتي زبدة الفول السوداني بتستغني عن معلقة، يبقى معلقتين 2 من الدقيق. الصفار بياخد دقيق اكتر من زبدة الفول السوداني. تمام. كمان حطينا معلقتين كبار من الشوكولات شيبس كده ونقلبهم كده مع العجينة ويبقى كده خلاص جهزت. حرفيا ما بتاخدش اي وقت نهائي. نبدأ بقى نمسح الجوانب بالمنظر ده ونحط رشة بسيطة خالص كده من الشوكولات كده على الوش وندخلها في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة بس هتكون مستوية معاكي وزي الفل ما شاء الله الله أكبر. خطيرة بجد يا جماعة، ريحتها رهيبة وشكلها تحفة. مستوية وجميلة جدا وحاجة كده سريعة أو منجزة. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم واكون كده افدتكم له افاده بسيطه خالص. دمتم في رعايه الله ومع السلامه. باي باي.